حد بعت بيقول ايه المصادر اللي اقدر اعتمد عليها بشكل مجاني لتعلم المجال مع قلة عدد المنضمين اليه، واقدر ابدا اتعلم واشتغل في وقت قليل ولا لا؟ طيب خلينا متفقين ان مفيش اي حاجة هقدر اتعلمها جديدة بالنسبة لي، علم جديد، تخصص جديد، مجال كامل جديد، مفيش حاجة بتتعلمها في وقت قليل، ومفيش حاجة بتيجي بالساهل، لازم استثمر فيها وقتي وفلوسي ومجهودي عشان اجني ثمار هذا الاستثمار في المستقبل. فحاجة تعليمها بشكل سريع كده لا، بس مثلا لو هنمشي على رود ماب يعني مجرب اوريدي في منصة تجربة مثلا اللي احنا عاملين لها 5 مستويات، كل مستوى بيأهلك بقى لحاجة أعلى من بعدها، بتبقى مور ادفانسد لحد ما توصل المستوى الخامس إنك عملت البورتفوليو والكيس ستادي بتاعتك اللي بتدخلك أصلا الشركة. فالخمس مستويات دول احنا عاملينهم ان هما ان انت تخلصهم في 11 اسبوع، ومعاك جدول ومعاك متابعة انك بتخلصهم في 11 اسبوع. فدي مثلا بالنسبة لنا افريج، يعني ممكن اخلص اتعلم حاجة اللي هو بس يعني تؤهلني بس ان انا ادخل اشتغل في 11 اسبوع، فدي كده المينيمم افريج بالنسبة لنا، لكن هو يحتاج منك وقت اطول طبعا بكتير من كده. طيب ايه هي المصادر المجانية ان انا اقدر اتعلمها يعني مع قلة عدد المنضمين اليه؟ كل عدد المنضمين لمجال اليو اكس رايتنج دي بجد انا بشوفها ميزه مش عيب. ليه؟ لان لو مجال فيه زحمه وفيه تشبع وفيه منافسه شرسه، فالشركات حرفيا انت فرصه ظهورك تكاد تكون شبه منعدمه، لان انت في زيك كتير وفي اشطر، وفي بقى اللي واخد مثلا شهادات غاليه قوي، واللي واخد بري ماسترز او عامل حاجات كتيره في المجال ده، ففرصه ظهورك انك تنور كده صعبه. لكن في اليو اكس رايتنج انت استغل اصلا ان لسه عدد المنضمين للمجال ده قليلين، ان انت فرصه ظهورك هتبقى اعلى. احنا حرفيا يعني جروب اوف بيبل كده موجودين في مصر يو اكس رايترز، بجد اعتقد ان احنا 10 اشخاص فقط بنشتغل في مجال اليو اكس رايتنج مصريين يعني. واحنا عاملين جروب وبنتكلم مع بعض، حرفيا الجوب اوفر اللي بتيجي على لينكدين هي بتلف علينا كلنا، لان خلاص هو الناس هم دول ال10 اللي انا هكلمهم. ففرصة ظهورك طبعا عالية جدا، فرصة ان انت تتشاف كويسة جدا. وحتى انا مش من مصلحتي ان انا افضل اقول يلا يا جماعة ندخل يو اكس رايتنج، لان كل ما العدد زاد كل ما فرصة الظهور هتبقى في منافسة اكتر يعني. بس بالعكس انا عايزاك تدخل مجال جديد، لان ده استثمارك بتاع المستقبل. طيب ايه المصادر بقى اعتمد عليها بشكل مجاني؟ يعني في مصادر كتيرة بقى سواء عربية او اجنبية، بس خليني برضه اتكلم عن منصة تجربة، لان دي حاجة اللي انا جربتها بنفسي، ودي حاجة اللي ساعدتني اصلا ان انا اشتغل عن الرود ماب المحطوطة. طيب منصة تجربة فيها مصادر كتير مجانية، يعني الكتاب ده كتاب مجاني، وحرفيا انك هتبدأ تقراه هو